السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه نتاع اليوم هذه ديال الناس اللي عندهم السكر، الناس اللي بتحافظ على الرشاقه ديالها والجماليه، الناس اللي ما بغاش تغلط، الناس اللي بغات تضعف، الناس اللي عزاز عليهم الحلوى وما تيبغيوش ياكلوها ولا ما تيزعموش ياكلوا فيها، ياكلوا منها زعما واحد الكميه كبيره. اليوم سيادنا درنا لكم هاد التشيز كيك بواحد المقادير بساط، بطريقه مبسطه. اللي نقدر نقول لكم عليه هو ان التشيز كيك عامره بروتين، كخيار للسحور، خيار واعر بزاف حتى تشبع. الفطور حتى هو كذلك. بالنسبه لي انا دي كانت واحد من بين الحلويات اللي كنديرها مره لا تشهيت، ديك اللعبه ديال زعما نخربعها وناكل بزاف الحلوى، كنت ندير هادي. نقدر نقول لك تستمتع بها في الماكله ديالتها، حيت واحد الخليط نتاع المذاقات اللي ما عرفتش كيف نقول لكم، كيف نقربوا لكم، ولكن واعر زوين. فرجه ممتعه، تفرجوا في الفيديو باش تشوفوا الطريقه. ودابا ندوزو للمقادير نتاع هاد التشيز كيك. غادي نحتاجو 300 غرام تاع جبن كريمي، يفضل يكون بدون دهون يعني لايت. غنحتاجو 20 غرام تاع نشا مايزينا، شويه القرفه، غبره، 2 بيضات. غنحليو بعسل، يكون عسل حور ولا عسل مزيان يكون السكر، وشويه ديال الفانيلا باش نديرو النتيمه. كي قلنا بالنسبه لهاد التشيز كيك، انا اخترت نديرو فايطه في الفران. انا اخترت نديرو بلا بيمو بلا حتى شي حاجه، بركه عندنا الفرماج. نديرو 300 غرام تاع الفرماج، ندوزو البيض ديالنا 2 بيضات. بسم الله. مورا البيضه نديرو شويه القرفه، نديرو المايزينا ولا النشا، ونديرو شويه ديال الفاني، ودابا سيادنا غادي نحليو بواحد المعلقه نتاع العسل. كما كتشوفوا دابا سيادنا الفران درتو يسخن على 170 درجه. دابا غادي نطحن هاد المكونات كلها. كذا تشوفوا الخليط ديالنا هو واجد. دابا غادي نجيبو ورق الزبده وغنديروه هنايا باش نخوي الخليط. خليكم معايا. غادي ناخدو واحد الطريف نتاع الورق، نديرو ديال بحال هكا، نضرحو وغادي نديرو هنايا. ودابا نديرو الخليط ديالنا هنايا. بسم الله. كما كتشوفوا ها هو واجد تشيز كيك ساهله. تنظن المكونات متوفرين في كاع الديور، وزعما ما تيكلفوش بزاف، وتخرج فيه واحد الكميه كبيره، يعني واحد الطريف الا كليتيه منه تستمتع به، ما يضر ما حتى شي حاجه. دابا غادي نديروه في الفران اللي سخناه ديجا على 170 درجه، غنخليوه ما بين 25 حتى نص ساعه.
ونعاودو نرجعو لكم فاش وجد التشيز كيك ديالنا. كيما كتشوفوا الاخوان التشيز كيك ديالنا هو واجد، هو وجد. غنخليوه يبرد وغادي نرافقوه بواحد الكونفيتير نتاع التوت. انا عندي هذا كونجلي تقريبا 60 غرام، ندير مع 20 غرام تاع سكر ستيفيا تاع الريجيم، وغادي نحتاجو واحد قريصه نتاع الحامض باش نقادو هذا سميوه كونفيتير، باش نرافقوه معاه باش ما ناكلوش الفرماج بوحدو، باش نبدلو المذاقات. وتنقول لكم بانه غادي يجي واحد الديسير اللي هو ناضي. ودابا الخوت قبل ما نبداو في الكونفيتير تاعنا نجبدو التشيز كيك، وغنديروها في هاد اللعيبه هادي باش تبرد. ودابا غادي ندوزو نقادو الكونفيتير ديالنا. وبالنسبه لهاد الديسير هذا انا بالنسبه لي كنت معتمدو فاش نتشهى شي حاجه حلوه كنت نقاد هذا، حيت ما فيه السكر ومحليه بالعسل، يعني واحد الديسير اللي هو اللي خايف على صحتو غير ياكلو. ودابا غنحتاجو كي قلنا تقريبا واحد 50 غرام تاع التوت، وغادي نديرو عليها واحد 15 غرام تاع سنيده. هاد السنيده اللي درت انا سنيده ديال الريجيم اللي هي ديك ستيفيا مزيانه، ويمكن لكم ديروا العسل، ما ديروش السنيده ديروا العسل، ما ديروا كاع حتى شي حاجه تحطوه هكاك دوزو فوق العافيه. ونحركوه ونخليوه حتى يعقد واحد شويه. وكيف قلت لكم اللي ما باش يستعمل السكر نتاع الريجيم يدير شويه العسل. ودابا نزيدو واحد شويه الحامض، ونستمروا في التحراك. كما كتشوفوا الخوت الكونفيتير ديالنا هو وجد. نطفيو عليه البوطون ونخليوه يبرد. ايوا الخوت حنا جبنا الطباسه اللي بغينا نديروها فيه. التشيز كيك ديالنا هي واجده تجي شاده في راسها. دابا غادي نزوقوها وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها كيف يجي. اما بالنسبه للمذاق راه نعاود نقول لكم تيجي خطير وبزاف. غناخدو هاد الكونفيتير ديالنا وغنديرو ليه بحال هكا، غنحطوه من الفوق وغادي نسرحوه. كما كتشوفوا نسرحوه هكا في الوسط على هاد الشكل هذا. وناخدو القراضه وغادي نزوقوها حتى بالبنان، نزيدو فيها الحلاوه نتاع الفواكه. نقطعو البنان ندويوها بحال هكا، وغادي نديرو ليه نديروه على هاد الطريقه هادي في الجناب بحال هكا. ودابا كما كتشوفوا الخوت ها هي التشيز كيك ديالتنا سالات. درنا الكونفيتير هنايا البنان، وغنزيد واحد شويه ديال
بيستاج بحال هكا. يمكن لكم ديروا اي نوع نتاع المكسرات تبغيو ولا ما ديروهمش بهذا الشكل هكا اللبان. وبهذا غادي نكونوا سالينا واحد الحلوى اللي هي صحيه ويمكن لك تاكلها وما يجيكش تأنيب الضمير. سيدنا كما كتشوفوا الحلوى نتاعتنا هي سالات. واحد الحلوى اللي هي بسيطه بمكونات بساط. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ونشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده، وتهلاو في راسكم ورمضان كريم.